الفيفا بيحاول طول الوقت يخلي بطولة كأس العالم للأندية 2025 هي بطولة قوية واستثنائية في كل شيء. طب ايه رأيك بقى؟ انا عندي فكرة اقسم بالله العظيم مش بمليون دولار، هي بمليارات الدولارات. لو الفيفا نفذها قبل كأس العالم للأندية مش هيعمل بطولة قوية، ده هيعمل بطولة استثنائية، بطولة أسطورية، وهتبقى أهم وأكبر بطولة حصلت في التاريخ من حيث المشاهدات ومن حيث العائدات والأرباح. ولكن قبل ما اقول لك الفكره بتاعتي، اتمنى يا رب لو الفكره بتاعتي عجبتكم تعملوا لها شير على قد ما تقدروا، يمكن وربنا قادر على كل شيء الفكره دي توصل للفيفا وممكن ينفذها قبل كاس العالم للانديه. الفكره ايه ببساطه بقى؟ ان الفيفا يعمل فترة اعارة استثنائية لكل الفرق المشاركة في البطولة. بمعنى ايه الكلام ده بردك؟ بمعنى ان الفيفا يسمح لل 32 فريق اللي مشاركين في البطولة ان هم يستعيروا اي لاعب في العالم فترة البطولة بس، وبعد البطولة يرجع تاني للفرقة بتاعته عادي جدا. فتخيل كده معايا ان فرقة زي برشلونة مش مشاركة في البطولة، وتخيل ان اي فرقة في ال 32 فريق اللي مشاركين في كاس العالم للأندية عاوزين مثلا يستعيروا واحد زي يمين يامال، ولا مثلا فرقه زي ليفربول مش مشاركه في البطوله واي فرقه في كاس العالم للانديه عاوزين يستعيروا مثلا واحد زي محمد صلاح. فتخيل بقى حجم المشاهدات وحجم الارباح اللي هتحصل للبطوله، وتخيل بقى ان انت هتجيب جمهور برشلونه وجمهور ليفربول واي جمهور محب للكوره في العالم هيتابع البطوله عشان بس يشوف مثلا يمين يامال وهو مزامل مثلا ميسي في انتر ميامي، ولا محمد صلاح مثلا مزامل مبابي وفينيسيوس في ريال مدريد. فتخيل بقى حجم المشاهدات وحجم الارباح اللي هتحصل للبطوله. مش هتبقى بطوله استثنائيه، دي هتبقى بطوله اسطوريه وهتعمل اكبر مشاهدات واكبر عائدات وارباح حصلت في تاريخ اي بطوله في العالم.